السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهاردة من صدر فرخة بس هنعمل اكلة جميلة وطعمها جميل جدا وفي نفس الوقت هتدينا كمية كبيرة. انا اشتريت صدر فرخة كامل، ده نصه وده النص التاني بتاعه اللي انا هستخدمه النهاردة. الكمية دي حوالي ربع كيلو. قطعت الصدر كده لقطع وهحطها بقى هنا في الكبة بتاعتي عشان افرمها. زي ما انتم شايفين اهي الفراخ بقت ناعمة جدا جدا. تمام. هنبدأ بقى نضيف المكونات، طبعا هنضيفها بمعلقة مختلفة. اول حاجة معانا بيضة واحدة، معلقة دقيق، معلقة كبيرة برضو نشا، ومعلقة كبيرة بقسماط. التوابل بتاعتي بقى هبدأ اضيف اول حاجة ملح، فلفل، السبع بهارات. هنضيف شوية من كل حاجة، شوية نص معلقة صغيرة يعني. وبابريكا، واخر حاجة شوية شطة كده لو بتحبيها سبايسي. وفي برضو هضيف شوية بيكنج باودر. بيكنج باودر حوالي ربع معلقة صغيرة، مش كتير يعني. بس كده. انا طبعا اثناء كل ده سايبه البطاطس تتسلق على النار بحيث اخدها واضيفها معاهم. هقلب كده الخليط كده بالراحه، واول ما البطاطس تطلع اهرسها واضيفها معايا. بس كده ادينا ضربنا اهو الخليط، قلبناه كويس. هنبدأ نضيف بطاطستين مهروسين، مسلوقة طبعا ومهروسة. بطاطستين وسط كده يعني، حوالي ربع كيلو يعني، قد الفراخ هضيف البطاطس. انا ضفت ربع كيلو فراخ، فبالتالي هضيف ربع كيلو بطاطس. هديها تقليبة كده، مش لازم تقليبة قوية لان انا كده كده هاخد الخليط ده كله احطه في الكبة ويتضرب تاني، فهقلبهم بس ببعض كده خفيف واوديهم الكبة يتخلطوا كويس. هخلطهم وارجع لكم تاني. بس كده ده الشكل النهائي معانا بعد ما ضربناها في الكبة. هبدأ ان انا اضيف عليها معلقتين زيت، اي نوع زيت عندك. ادي معلقة، ادي اتنين، وهديها تقليبة. وهبدأ ان انا اكون مجهزة معايا صينية بالشكل ده. صينية حطيت فيها طبقة من البلاستيك، اي كيس بلاستيك عندك. هتقصي الطرف اللي من تحت اهو، هوريكم برضو معايا. الطرف اللي تحت ده اللي هو تحسي فيه ان هو مكبوس بالحرارة. تمام. هبدأ ان انا اقصه كده، هتلاقي الحتة اللي تحت دي مفتوحة. هبدأ ان انا اخد الكيس من الجنب واشده كده، بس كده اهو اتفتح معايا بقى زي الفل. طالما ما عنديش اكياس اللي هي بتاعه الفرد دي، يبقى انا هعمل كده في اكياس السندوتشات. هحط واحد كده هنا واحط عليه زيت. تمام. هقلب طبعا الخليط بقى في الزيت، وهبدأ ان انا اصبع، وبين كل طبقة وطبقة احط كيسة نايلون، ما احطش اتنين فوق بعض ابدا. بس كده هحط في ايدي نقطة زيت كده صغيرة، وابدأ ان انا اصبعها. عندك بقى كيس حلواني، عندك على سياخ، على ايا كان. هبدأ اعملها زي كفتة كده، ممكن تعمليها على سيخ عادي. وابدأ ان انا احطها هنا.
هكمل بقية الكمية بنفس الشكل وهرجع لكم تاني. بس كده ده الشكل النهائي معانا. يعني من ربع كيلو عملنا 21 قطعة. 21 قطعة تعتبر كده كفتة فراخ. ممكن تعملوها ناجتس، اعملوها زي ما تحبوا بالشكل اللي انتوا عايزينه. ممكن في كيس حلواني برضو تطلعوا صوابع ارفع لو عايزين، زي ما تحبوا. فالمهم انا كده طلعت معايا 21 قطعة. ممكن تضاعفوا الكمية يطلع لكم مثلا في حدود 42 45 كده، حسب بقى الكمية اللي انتوا عايزينها. بس كده انا هاخدها احطها في الفريزر لغاية ما تجمد، وهوريكم الطبقة الخارجية اللي هعملها ليها. يلا بينا بقى نعمل الطبقة الخارجية اللي هنحطها عقبال ما تجمد في الفريزر. اول حاجة بحط نص كوباية دقيق، وبحط عليها كوباية مية. بس قبل ما اضيف المية بحط الملح والفلفل. احط حبة ملح وحبة فلفل، حوالي نص معلقة صغيرة برضه. ابدأ اضيف كوباية المية، بس كده. هقلبه بس عشان دي ما يكلكعش. طبعا انا جبت مضرب البيض عشان خاطر ايه، اديها تقليبه سريعه. دي كده جاهزه معانا. ده كده الخليط السائل بتاعنا. هنبدا نعمل الطبقه الخارجيه الكريسبي بتاعتنا. هنعملها ازاي؟ هبدا اضيف معلقتين نشا، مش مليانين قوي. نص كوبايه بقسماط، وهضيف ملح وسبع بهارات. ادي 7 بهارات. خلاص تعودنا. نص معلقه صغيره. وادي فلفل، شويه ملح، وشويه كركم. بس كده دي الطبقة الخارجية معانا. نديها تقليبة كده كله امتزج مع بعضه. هبدأ ان انا اجيب الفراخ كده. انا طلعت اهي الفراخ من التلاجة. بصوا بتفك بسهولة ازاي عشان الزيت اللي احنا حاطينه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله مجمدة خالص. هبدأ ان انا احطها بقى اول واحدة في الطبق السائل ده كده، اطلعها احطها في ده. وابدأ اشيلها كده زي ما انتم شايفين، واحطها في الطبق كده. هي جاهزة. هعمل نفس الكلام في باقي الحاجات. ممكن تحشوها موتزاريلا، ممكن تحطوا على طبقة خارجية جبنة، ممكن تعملوها طبقتين لو عايزين. يعني انا هخلص الكمية وممكن اديها طبقة كمان. كل ده باختياركم انتوا. تنفع قوي في السندوتشات جنب الاكل. يعني ليها استخدامات كتير بصراحة، حلوة قوي وفي نفس الوقت اقتصادية. ده كده جزء من الكمية اللي انا عملتها. هروح اقليها. على فكرة دي انا عاملاها طبقتين، وعشان اعملها طبقتين احتجت نص كوباية بقسماط تانية. تمام. هنقليها مع بعض وهوريكم شكلها في النهاية عامل ازاي. بس كده انا قليت جزء منهم زي ما انتم شايفين. حلو جدا، وشايفينه كريسبي ازاي. خطير بصراحة، واكيد طعمه رائع. سامعين؟
بس كده جربوها وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات افتكاسات البيت المصري. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.